هل هو الشخصية المناسبة في الوقت المناسب في النصر؟ أنا قبل لا أجيب السؤال لك الصورة الرؤساء الأندية، أنا أقول لو سعود السويلم يعني موجود من ذيك الفترة كان النصر ممكن يعني ينافس على كأس العالم للأندية، لأنه خلال موسم واحد صنع فريق جبار. لكن ترى إشكالية في النصر عدم الاستقرار، لا إداري ولا فني. لو التقرير اللي ذكر قبل شوي أو عرض، ترى من 10 سنوات 6 رؤساء أندية. يعني كيف بالله نادي يعني تتمنى أنه أو أنك تسعى إلى أنه يستمر بهالعدم الاستقرار الإداري؟ يعني معدل كل سنة ونص رئيس، هذا شيء طبيعي انه النادي ما راح يمشي ابد اذا بالنظريه هذا والعقليه هذا. عكس يعني لو نشوف مثلا الهلال كنموذج اداري ناجح، بن نافل من 2019 هو رئيس، يعني 6 سنوات هو رئيس في النادي، فبالتالي شيء طبيعي ان النتائج تكون ايجابيه. لكن بالنسبه لماجد الجماعه نعم هو الافضل وهو الاكثر تميز، يعني جمع ما بين كلاعب سابق يعني خبره داخل الميدان. هذه الأول مرة تحدث في النصر أنه رئيس يكون لاعب سابق، بالإضافة إلى أنه سبق أنه عمل بأحد الأندية الكبرى نادي نيوكاسل، بالإضافة إلى المؤهلات التي يملكها. فأعتقد أنه مكتمل من جميع النواحي، فقط يعني يحتاج أنه القرارات ما يكون عليها معارضة وقراراته تنفذ بكل يعني قرارات ما تصير عليها معارضه. هذا اهم شيء يعني، لانه بعض شفنا مهيدب احنا خلال استقالته يعني حينما كتب في حسابه في منصه اكس قال انه ما اقدر انا اعمل وهناك يعني قرارات لا تنفذ او ادارتين تتعارض في العمل.